مساء الخير عليكم. هو ممكن طلب من السادة الإعلاميين، الكابتن الكبير كابتن إبراهيم فايق، كابتننا الكابتن سيف زاهر، وأستاذ مهيب عبد الهادي. أرجوكم يا جماعة، أرجوكم أرجوكم، في نادي هيلعب يوم الجمعة الجاي ماتش عودة الكونفدرالية الأفريقية، فياريت تخف شوية كلام على الأهلي والحكم والدنيا اللي دايرة والمشاكل والترند والشو، كل اللي انتوا بتعملوه ده يا جماعة. يا ريت شوية نركز مع الفريق اللي هيلعب يوم الجمعة الجاية كونفدرالية، ونركز شوية يا جماعة معاه بعد إذنكم، بعد إذنكم. أنا عارف إن انتوا إعلاميين كبار وفريق الإعداد عامل شغل عالي وبتعملوا سبق صحفي وكلام بس لينا ومش عارف مداخلة مع مين أرجوكم يا جماعة، نادي الزمالك ده نادي تبع الدولة، يعني نادي بقى معانا في مصر، على فكرة ده نادي معانا في مصر. ما شفتش اعلامي واحد ساب دماغه من الكعبله اللي حاصله والدنيا اللي دايره دي كلها وقال يا جماعه احنا بعد اذنكم احنا هنركز في مباراه الزمالك. شو اعلامي تعبان تعبان. يا ريت يا جماعه ركزوا معانا شويه على فكره. وكلمه لمخرج الماتش، يا ريت يا مخرج تركز لنا مع الجمهور، في اكتر من 50,000 متفرج داخلين، فيا ريت يا كابتن تركز لنا مع الجمهور بتاع الزمالك. والطلب جمهور الزمالك باذن الله باذن الله نعمل حاجه عظمه عظمه، وكل راجل بيروح الاستاد راجل جدع، شبشبك راجل، شبشبك راجل. فيا ريت يا جماعه بعد اذنكم نهتم شويه بنادي الزمالك، ونهتم ان احنا عندنا مباراه نصف نهائي العوده بتاعته يوم الجمعه. واتمنى من الساده الاعلاميين يوصل لهم رسالتي ويعملوا حاجه حلوه، عشان انا لسه متفرج على ماتشين اطحن من بعض. لسه متفرج على اتلتيكو مدريد وبرشلونه وليفربول والباريس. يا جماعه الناس دي بتلعب كوره بالصواريخ، دي مش بني ادمين. فيا ريت يا جماعه ارجوكم نركز مع الزمالك شويه، ويا رب رسالتي توصل للاعلاميين. سلام عليكم.